السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناة صفية. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم عصير الاناناس. دابا مع رمضان كنبغيو عصائر على مائدة الافطار. هذا العصير كيجي جديد، نتمنى تتبعوا معي الفيديو حتى الاخير وندوزو على بركة الله نحضروا هذا العصير. بالنسبة لهذا العصير غادي ناخذ واحد الحبة ديال الاناناس تكون كبيرة شوية، بعد ما غسلتها مزيان من الغبره غادي ندوز نقطعها، وضروري ان السكين يكون ماضي باش دغيا تقطع لينا. وبالنسبه للطريقه ديال التقطيع راه كتختلف، كل واحد كيقطع بالطريقه اللي بغا. انا كتجيني هذه الطريقه عمليه دغيا كيتقطع، احسن ما كنتبعو من الجناب نحيد ليه القشره ديالو كندير ليه هذه الطريقه كتجيني ساهله دغيا كيتقطع. كيف كتشوفوا راه ساهله. دابا غادي نقطعو مربعات صغيره. وبالنسبه لهاد الاناناس انا عندي حلوه وفي نفس الوقت طريه، ما غاديش نحيد ليها هذاك القلب ديالها، غادي نطحنها كامله. بعد ما قطعت الاناناس بهذه الطريقه كيف كتشوفوا راه تبارك الله حبه تاع الاناناس راه كتخرج فيها. غادي نديرو في الخلاط. بالنسبه للاضافات اللي غادي نضيف لهذا العصير، عندي هنا 2 حبات ديال الفرماج مثلث، ومن الاحسن الا كان الفرماج ديال كيري كيجي به لذيذ. عندي 3 المعالق كبار ديال بودره الحليب. غادي نضيف 2 معالق كبار ديال السكر. وكيف قلت لكم الا كان الاناناس حلو راه ما غاديش تحتاجوا فيه السكر بزاف، انا درت غير 2 معالق وكيبقى تاني على حساب الذوق. بالنسبه للماء غادي ندير ايترو ديال الماء يكون بارد، وغادي نطحن العصير ديالي. بعد ما طحنت هاد المكونات كاملين، دابا غادي ناخذ واحد شويه ديال الحامض محكوك. خديت انا حامضه كيف كتشوفوا، خديت النص الفوقاني ديالها حكيته، كيعطي واحد النسمه زوينه مع الاناناس. غادي نخلطو معاه، غير ما نكثروش الحامض باش ما يغلبش لينا على مذاق ديال الاناناس. وغادي نطحنوا واحد الطحنه خفيفه. كيف قلت لكم غير واحد الطحنه خفيفه. هادوك القشرات ديال الحامض بغيناهم يبقاو شويه باينين. كيجي العصير لذيذ بهذه الطريقه. وفي هاد الاثناء راه كتذوقوا، اللي كيبغي السكر يزيدو غادي يزيدو. بالنسبه لي انا غادي نخليه هكا جاني هو هذاك. غادي ندوزو للشكل النهائي ديال العصير كيف شفتوا في اول الفيديو. بعد ما برد كيجي رائع ومنعش، كنتمنى تجربوه خصوصا دابا مع رمضان. كنبغيو هكا مره شكل ديال العصير على مائده الافطار. وكيف شفتوا الطريقه ديالو راها سهله وبسيطه. كنتمنى تجربوه بطريقتي غادي يعجبكم. وما تنسونيش من لايك وبارطاجيو الفيديو مع الاحباب. وصلنا لنهايه الفيديو، تقبل الله صيامكم وبسلامه عليكم. نتلاقاو في وصفه قادمه بحول الله، والى اللقاء.